صديقة الصباحات وونيسة المساء والسهرات، سيدة الجلسات، مبهجة القلوب والعقول، ملهمة المخيلات، معشوقة متطلبة تحب الدلال، تضيفها بحرص إلى الماء العذب، تذوب بروية وتسمع نقرات مبطنة تطربنا كأجمل موسيقى، لها حضور مبهر، رائحة تملأ الروح بالنشوة، وطعم يحملنا إلى عالم آخر أوله مرارة تفاجئنا كل مرة، وآخره عمق وغموض. هي ضرورة لبداية كل نهار، لأن هناك من يستيقظ من النوم لكي يشرب القهوة. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، ويجعل سعادة الدنيا ما بين ايديكم وتحت رجليكم ان شاء الله، ويجعل كل دعاء اتقال في الدعاء اللي انا حطيته ده يجعله من حظكم ونصيبكم بإذن الله كل من سمع الفيديو ان شاء الله. مبدئيا كده وقبل ما اخش على الفيديو حابه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، اقسم بالله حاسه ان انا فعلا بعدت عنكم بقالي كتير قوي. يعني والله عايز اقول لكم اليومين اللي عدى عليا ده فعلا كان تعب جامد جدا. عايزه اقول لكم الفيديو ده اصلا متصور ورا الفيديوهات التانية على طول، بس والله قاعده تعبانه، لا قادره امنتج ولا قادره بصراحه اعمل اي حاجه خالص. فان شاء الله وباذن الله يعني ابتداء كده الفيديو، يعني بعد ما الفيديو ده ينزل الفيديوهات التانية هتنزل بقى، وعشان نشوف بقى تشطيب والشغل الاخير شكله ايه، لاني انا بص عايزه اقول لكم متحمسه اكتر منكم بكتير جدا جدا. بالنسبه بقى للفيديو يا حبايبي ما تنسوش تحطوا لي اللايك، يعني انا شايفاكم كده وقت داخلين فتحتوا الفيديو بس محدش بقى ايه حاطه لايك، نسيت تحط اللايك انا عارفه. انا مني واحده لما باجي اتفرج على اي حد والله بنسى احط اللايك، فعشان كده حطوا لي اللايك بقى عشان يرفع من مستوى الفيديو. وكمان لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي علشان يوصلك ان شاء الله كل فيديو انزله لك ان شاء الله وباذن الله اول باول. بص عايزه اقول لكم النهارده اليوم يعني بالنسبه لي كان كله شغل بجد حرفيا، يعني مع اني ما كنتش يعني تنظيف عميق والكلام ده كله، بس بحاول ان انا يعني اللي هو ايه يعني بدي لنفسي كده ايه يعني رياكشن ان انا يعني اوضب حاجتي، اخف على نفسي الترويق، لان طبعا الترويق او التشطيب النهائي طبعا هيكون كله كده من اعماقه ان شاء الله وكده يعني. بس بعد ما اخلص زي ما قلت لكم البلكونه خالص. دلوقتي انتوا زي ما شفتوا منظر البلكونه الاول،
يعني بص عايزه اقول لكم كان شكله، كان قصدي معلش شكلها كان بجد يعني ما شاء الله يفتح النفس. فانا فضيتها خالص وكنستها وكل حاجه. كمان الحاجات اللي هي شايفينها زياده اهو، بطلعها كده فوق النيش. لان طبعا يعني ملهاش مكان تاني في الشقه، وانتوا عارفين الشقه كلها مليانه حاجات وكده. الناس بقى اللي هتقولي طب ما تبيع الحاجه اللي ملهاش لازمه وكده، والله يعني بصوا الحاجات دي انا ما جبتهاش بالسهل عليا. يعني تعبت قوي على ما اشتريت اي حاجه في البيت، يعني بجد تعبنا قوي. فمش بالسهل عليا ان انا ابيع الحاجه اللي عندي. الفرن اللي انا بركنه فوق دوت، اه انا مش بستعمله على طول ولا حاجه، بس صدق يعني بيجيني بعض الاحيان وبعض الاوقات بستخدمه. وبصراحه كنت هبيعه قبل كده، بس يعني جاب لي يعني نص حق، وانا ما استعملتوش الا يجي 3 مرات من يوم ما جبته. فبصراحه استخسرت ان انا ابيعه، قلت وما بحوش اهو يبقى مركون كده فوق الدولاب. هيجيله اكيد وقت وهيجيله عوزه، لان كل حاجه احنا كنا بنجيبها او بنشتريها اكيد ليها عوزه. تمام ان شاء الله باذن الله. قلت برضو هيجي برضو العيد علينا كده، حبيت اعمل كحك ولا بسكوت ولا اي حاجه. بصراحه بحب اسوي برضو فيه. جيت في مره اعمل معاكم شويه عيش، اخبز شويه عيش صغيرين ولا حاجه برضو. بعمله فيه. هو بصوا محندق، هو مش واخد حاجه يا جماعه. انتوا ديكوا شايفينه كان محطوط كده في البلكونه، والبلكونه عندي ما هياش واسعه، بلكونتي ضيقه يعني مش واسعه قوي. فهو يعني كان جاي في البلكونه، هو صغنون بس حلو على فكره، تسويته حلوه جدا. فبصراحه مش هين عليا ان انا ابيعه. هنا بقى بصوا الصاعق دوت كان مركون فوق النيش ايام ما كان محطوط في المكان القديم، قبل يعني لما كان النيش نيش، يعني قبل ما اعمله دولاب. فانا والله كان متعان كده، انا ما كنتش عارفه هو بايظ ولا لا، فانا كنت بحسبه بايظ، فقلت ما احط كده الفيشه واجرب اشوفه شغال ولا لا. فانا لقيته شغال بس لندا شغاله واللندا التانية محروقه. ان شاء الله باذن الله هجيب له اللندا التانية واعلقه على الارض زي ما كنت معلقاه زمان. عايزه اقول لكم اصلا يعني الحاجات اللي انا وريتها لكم دي، هقول لكم اصلا لما جيت جبتها كنت جايباها من زمان قوي بعد ما اتجوزت كده بسنه او سنتين. فكنت عايزه اقول لكم ان انا الفرن دوت لما رحت جبته، والله كنت داخله جمعيه. الجمعيه دي كان بدفع لها 12 جنيه ونص كل اسبوع، انتوا متخيلين؟ والله كنت بدفع لها 12 ونص كل اسبوع. واللهم صل على النبي، وقبضتها مش فاكره ساعتها 270 ولا 300 جنيه، انا مش فاكره. وساعتها خدتهم جري، يعني ساعتها بقى إيه يعني قلت لمحمد يكمل لي عليهم، كمل لي ساعتها بقيت المبلغ، ورحت رايحه اشتريت الفرن على طول. كنت عايزه اقول لكم بقى طبعا انا كنت يعني طايره من الفرح وانا رايحه اشتري الفرن ده. كذلك نفس الوضع في الصاعق، يعني برضو لما جيت اشتري الصاعق كنت داخله برضو جمعيه بنفس برضو قيمه المبلغ، لان ده كان زمان كان مصروفي، انتوا متخيلين كان مصروفي 12 ونص. لا يا ربي، يعني كان متهيألي زيادة عن كده، بس انا كنت داخله بجزء في جمعيه، كنت يعني باخد جزء اخش بيه الجمعيه وكده. طبعا الكلام ده قبل ما ان انا افتح محل الخياطه، وقبل ما اخلف اصلا كده. انما طبعا دلوقتي عايزه اقول لكم الموازين اختلفت خالص، طبعا مصروفنا اتغير تماما، وكل حاجه طبعا في البيت كل حاجه كنا ماشيين عليها اتغيرت. بس والله فعلا فعلا كان ربنا يعني كان حاطط البركه في كل حاجه زمان. يعني عايزه اقول لكم على قد ما كان مثلا مصروفي قليل، بس كنت يعني مثلا اعمل منه جمعيات، وكنت اجيب حاجات كتير ناقصاني. يعني في حاجات كتير انا كنت جايباها والله انا مش فاكراها اصلا. فبجد كان في زمان بركه زمان عن خالص عن دلوقتي. بصوا بقى هنا ديت مكان الماسوره اللي محمد عملها لي، دي ستاره من الستائر بتاعه جوازي. فانا عايزه اقول لكم الستاير دي اصلا عندي منها كتير، يعني عندي منها ولا يجي 16 متر، وكلهم جداد، يعني كلهم جداد، انا ما استعملتش ولا حطيت منهم اي حاجه. فانا خدت كده منهم واحده على المكان اللي هو كان مطرح النيش اللي هو القديم، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، حطيتها يعني داريت بيها، حطيت مكانه المكن، فداريت بيها بقى بالستاره كده. هي جت قصيره شويه، يا اما هزود الستاره حته، يا اما اخلي محمد ينقل مكان الماسوره يعني ويرجعها تاني تحت. فاللهم صل على سيدنا محمد. الباقي بقى كنت بصراحه عايزه احطه البلكونه، لاني الستاره بتاعه البلكونه كنت زمان واخداها في المحل، يعني كنت عامله بيها كده، يعني كنت مداريه بيها كده جزء، بحيث يعني كان الزبونه مثلا تخش تغير عندي او حاجه بتبقى متداريه، فباظت يعني الستاره دي، او مش فاكره سبتها ساعه ما عزلت المحل وكده.
فاللهم صل على النبي. انتوا قولوا لي تنفع الستاير دي احطها اعملها طبقتين مثلا على بعض واستهلكها في البلكونه، احطها ستاره للبلكونه وكده بعد ما اخلصها، ولا ابيعها واجيب بدلها ستاره بلكونه؟ انتوا شوروا برضو عليا في التعليقات. لان طبعا الستاير ديت كانت الشقه بتاعتي كنا واخدين مقاس الستاير بتاعتها لف، اللي هو الصاله كده يعني من الناحيه دي، وكان اوضه الركنه يعني كانوا بياخدوا مقاس الستاير من الحيطه للحيطه. يعني باب البلكونه ما كانش معمول له ستاره من بس حته باب البلكونه، لا، كان معمول له من الباب لحد اخر الحيطه التانية، كذلك بره وفي الاوضه التانية برضو. فانا بصراحه ما حبيتش كده يعني، فقلت ايه، يعني الرقه في الستاير او مثلا الستاره على المكان معين، يعني على حته الباب او شباك احلى. عشان كده شلتهم وعنتهم من زمان جدا. عايزه اقول لكم من يوم يعني يعتبر من تاني سنه او اقل كمان، شلت الستاير دي وغسلتها وعنتها وما استعملتهاش تاني لحد وقتنا هذا. حتى لما جيت جددت وكده جبت حاجات تانية، يعني جبت بقى حاجات سادة واللي هي طبعا حاجات طالعة على الموضة والكلام ده كله. فانتوا شوروا عليا بقى، ينفع الستاير دي احط منها عادي للبلكونة، ولا ابيعها واجيب يعني مثلا بتمنها ستاير تانية للبلكونة؟ انتوا شوروا عليا. لان بصراحة عندي منها وهي يعني خامتها نظيفة مش وحشة خالص، يعني هي حلوة وعملية. فانتوا شوروا عليا كده. تمام. طبعا بصوا، عايزه اقول لكم انا هنا خلصت كل حاجه، يعني روقت بقى بره، بس برضو مش الترويق النهائي. عايزه اقول لكم بس ايه، يعني خفيت نفسي من الكركبه، هيأت لينا والعيال جو كده ان احنا ايه نقعد هاديين مثلا في المكان الهادي، وكل حاجه خلصتها. آه بالنسبه بقى يعني للكراكيب والحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله ناويه بقى بعد ما اخلص خالص وارص حاجتي اللي انا محتاجاها في كل حاجه في مكانها. الحاجه الزياده بقى، يا اما الحاجه اللي ملهاش لازمه طبعا هستغنى عنها، والحاجه اللي ليها لازمه هحاول اعينها في مكان زي مثلا الفرن والترابيزه او الطبليه زي ما انا حطيتهم فوق النيش وكده. فان شاء الله باذن الله هحاول كده اعدل في كل حاجه واشوف لهم مكان. بالنسبه بقى للمكان بتاع المكان، عايزه اقول لكم بجد تحفه. يعني انا بكلمكم كده واحنا قاعدين، حاسه ان هي حاجه من ضمن الحيطه مش مذكوره خالص، وهو مكان كده متداري مطرح المكن، فالشكل خالص متداري يعني نهائي كده، فشكلها كده تمام وحلوه. كده حقكم عليا، الفيديو خلص. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو بكره، ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.